دي تقنيه اسمها الفصل الزمني، والدراسات اثبتت ان 84% من الناس اللي بتطبقها بتقدر تقلل من حده المشاعر السلبيه بنسبه تزيد عن 60% في خلال اسبوعين بس في تقنيه اقوى منها كمان اتعلمتها من تجربه حقيقيه حصلت لواحده من انجح رائدات الاعمال. هي حكت في مقابله معاها انها لما كانت في بدايه رحلتها كان بيحصل لها نفس الموضوع ده بالظبط. قالت كنت لما اواجه اي رفض او نقد في الشغل بفتكر كل مره حد قال لي فيها ان البنات ما يعرفوش يشتغلوا في التكنولوجيا او ان افكاري مش عمليه، كنت اقعد اعيط واحس ان انا غبيه. بس هي اكتشفت حاجه غريبه قوي، قررت تعمل ملف انجازات بتكتب فيه كل حاجه حلوه حققتها مهما كانت صغيره. ومش بس كده، كانت بتكتب كمان المشاعر اللي حسيتها وقتها. لما بدات اراجع الملف ده في اوقات الالم لقيت ان دماغي مش بتجيب ذكريات الفرح زي ما بتجيب ذكريات الالم، فقررت ادربها على كده وبدات تعمل تمرين يومي سميته الاستدعاء الايجابي. كل ما تحس بالم من موقف معين تستدعي بوعي 3 مواقف مشابهه انتهت بنجاح او فرح. المدهش ان الموضوع ده اشتغل معاها، ومع الوقت دماغها بقت لوحدها بتجيب الذكريات الايجابيه جنب السلبيه، فبقت قادره تشوف الصوره كامله مش جزء منها بس. نوع صديقتنا اللي في بدايه حياتها العمليه جربت تطبق نفس الفكره بس بطريقتها الخاصه. لما مديرها انتقدها قدام الفريق كله حست بزعل شديد وافتكرت كل مره حد احرجها فيها قدام الناس. بس عملت تمرين غريب، راحت البيت وقعدت تكتب جواب لنفسها بس من منظور صديقتها المقربه ليها. كأن صديقتها بتقول لها نهى انا عارفه انك زعلان من اللي حصل النهارده، بس عايزه افكرك انك لما عرضتي مشروع الشهر اللي فات كل الناس اعجبوا بيه، وان مديرك نفسه قال لك قبل كده انك من اذكى المتدربين اللي شافهم. النهارده كان يوم وحش بس ده ما يمسحش كل ايام الحلوه. قلت لما قريت الكلام ده حسيت ان في صوت جوايا بيدافع عني مش بس صوت بينتقدني. دي تقنيه اسمها الصديق الداخلي، وهي مبنيه على فكره ان احنا بنتكلم مع نفسنا بقسوه اكتر بكتير من اي حد تاني، فلازم نتعلم ازاي نبقى اصحاب لنفسنا.